كل سنة وانتم طيبين، ويلا بقى عشان نقدر نفرزن حاجة رمضان. بالذات في الجو الشتا دوت الحاجة تبقى موجودة عندنا في البيت. انا الفيديو ده مصوراه والله بقاله شوية، بس انا نزله لكم دلوقتي. يا ريت بقى اللي ملحقش يفرزن من قبل كده يبتدي يفرزن من دلوقتي. الحاجات دي بتريحنا في رمضان وكده. بتبقى موجودة عندنا في البيت. وبقى انتوا عارفين ان الاسعار بيستغلوا الاسعار في رمضان وبيغلوها زيادة عن اللزوم. هنا بقى زي ما انتوا شايفين معانا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. معانا هنا بانيه، معانا فراخ صحيحة، معانا صدور، معانا شيش طاووق. وهنا الاجنحة دي انا كنت يعني تبلتها بس ما اتصورتش في الاول. اقول لكم على التتبيله بتاعتها سهله، دي متبلينها على اساس للشوي. الاجنحه دي هنشويها مع بعض ان شاء الله. معانا هنا ملح، معانا فلفل اسمر، معانا كزبره، قرفه، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كركم، سماق. طبعا مش كل الحاجات دي هتتحط في حاجه واحده، يعني هوريكم كل حاجه وليها توابل معينه. هنا بقى معانا كبدة، ومعانا قوانص، بس انا يعني مخليه ده لوحده وده لوحده. ومعانا هنا فرخة. الحاجات دي طبعا مغسولة يا جماعة كويس قوي ومتصفية. دي فرخة متقطعة ودي فرخة صحيحة، عشان انا مخليه الصحيحة عشان بحب احطها في الكيس الحراري وبتبقى زي المشوية بالظبط. او بحشيها رز الخلطة دوت برضو وبحطها في الكيس الحراري وبسويها سواء كده او كده. معانا هنا بقى صدور. دي صدور. انا الصدور دي مش هعمل فيها اي حاجة. هفكر لها في فكرة كده ونعملها برضو ان شاء الله مع بعض، هشيلها صحيحة زي ما هي. ومعانا هنا بانيه. البانيه ده هخلي منه بانيه، وهخلي منه حتت نعملها شيش طاووق، مش شيش طاووق، او شيش طاووق. تمام. هنا بقى انا قلت لكم هنا على المقادير تاني هقولها لكم. معانا ملح، معانا فلفل، معانا كزبرة، معانا قرفة، معانا بابريكا، بصل باودر، توم باودر، معانا كركم وسماق. السماق ده بقى هنخليه اخر حاجة هقول لكم يعني الايه بالظبط. تابعوني في الفيديو وهتعرفوا كل المقادير وكل التتبيلة الايه بالظبط. هنا بقى الطيور والحاجات دي لما تيجوا تغسلوها حطوا معلقة او معلقتين طحينة، بجد بتشيل اي روايح. معانا دوت بودرة زعفران، وهقول لكم هنستخدمها لايه. معانا ليمون معصور، معانا مية بصل، معانا بصل مبشور، معانا كوباية زبادي كبيرة عشان هنستعملها الخلطتين يعني تتبيلتين. وديت الأجنحة أنا تبلتها، كان عندي أصلا هنا تتبيلة فايضة فأنا تبلتها بيها وركنتهم دولت. تقريبا كيلو أجنحة وقسمتهم على طبقين. هنا بقى أول حاجة هنبتدي بيها، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبتدي هنا بإيه؟ بالقوانص. القوانص هنحط لها إيه؟ ملح، فلفل أسمر، هنحط لهم عصرة ليمون، وهنحط لهم كزبرة. تمام. ونفس وتوم باودر وبصل باودر، نفس التتبيلة دي هنحطها في الكبد برضو. ليه بقى هنتبلها وهتتشال؟ هنطلعها ساعة الأكل، يعني ممكن بنص ساعة. إذا كنت بقى تشوحيها تعمليها مع فريك القوانص، بتعمليها طاجن مع الفريك بتبقى تحفة جميلة جدا، وبتبقى زي المحلات برا. وإن شاء الله يعني هنزل لكم كل أكلة في رمضان بإذن الله من الحاجات اللي احنا فرزناها دي، عشان تعرفوا ايه التتبيلة ازاي بالظبط والأكل اللي هنعمله ايه جنب كل حاجة. جنب بقى سواء مكرونة، رز بسمتي، حاجات من دي او بطاطس محمرة. هنا بقى انا خدت بصل من المبشور، خدت هنا بحوالي بتاع معلقة كبيرة وتبلتها مع القوانص، وملح وفلفل وشوية كزبرة صغيرين. هنا لما بلاقي الخلطة محتاجة تاني بزود. تمام. انت عارفة مقدار الحاجة اللي انت بتتبليها عشان لا تطلع منك. احنا عايزينها مظبوطة يعني.
هنا بقى انا الاطباق ديت اما بجيب الحاجه بغسلها وبنشفها، واما بفرزن حاجه بحطها فيه، يا اما بتشتريها من عند الراجل بتاع الاكياس والحاجات ديت، او تحطيها في اكياس عاديه من بتاعه التفريزات بتاعه الاكل. هنا بقى انا خلصنا كده من القوانص، تبلناها وهنركنها كده على جنب. وانا بقول لكم هنا احنا خلصنا الاجنحه، خلصنا كده القوانص، دخلنا بقى على ايه، على الكبد. على فكرة الكبد بتاعة الفراخ دي فيها قيمة غذائية حلوة قوي، وكلها حديد، وحلوة للأطفال وللكبار بالنسبة للأنيميا. يعني احنا الكبدة الجاموسي والحاجات دي والجملي بنقول لا، اتضح علميا، وحتى اعملوا سيرش وعلى جوجل وهتعرفوا ان الكبدة بتاعت القوانص دي مفيدة جدا للأنيميا وللأطفال. يا ريت نجيبها للأطفال كده وتسلقيها وتأكلها لهم، مفيدة جدا لأطفالنا يعني، وكده فيها قيمة غذائية عالية جدا. هنا بقى أنا تبلتها، حطيت برضو ملح وفلفل وحطيت بصل بودر وتوم بودر، وحطيت عصرة ليمونة. يا جماعة ما بتتبلوا الحاجة كده وتفرزنوها بتشيلوها على الأكل على طول، لكن غلط نشيل الحاجة تتلج ونرجع نطلعها، نرجع نتبلها ونشيلها. لا غلط، انت هاتي الحاجة. معلش هو بتتعبي شوية بجد، بس بترتاحي بعد كده. يعني انت بتتعبي بس بترتاحي بعد كده، الحاجة بتبقى موجودة، بتطلعي الحاجة على طول. لان رمضان بيبقى كل سنة وانتم طيبين وقته ضيق، عايزين بتصلي في عزومة في حاجة، لا الحاجة تبقى عندنا جاهزة. ولو حتى ما بتعزميش تبقى حاجتك جاهزة في البيت، يا دوبك هتطلعي ساعة الأكل. بقى بنبقى عايزين نختم المصحف والكلام ده، والنهار بيبقى له النهار قصير، فربنا يقدرنا يا رب. هنا بقى ايه التتبيلة ديت، هنعملها للبانيه. تتبيلة حلوة غير التتبيلة بتاعتنا بقى اللي هي ملح وفلفل وخلاص وكده. لا انا هنا انا نسيت اقول لكم، انا هنا في حبهان مطحون. الحبهان المطحون ده بجد مع البانيه بيفرق جدا، يعني جربوه واكتبوا لي في الكومنتات. حطي كده معلقة معلقة او نص معلقة من الحبهان المطحون في تتبيلة البانيه، بجد بيدي طعم وتست عالي قوي، وبتحس ان هو مختلف يعني عن البانيه بتاعنا العادي اللي هو ملح وفلفل وخلاص وبصل والكلام ده. هنا بقى بالنسبة لتتبيلة البانيه احنا حطينا مية بصل، حطينا نص معلقة، نص زبادي، نص كوباية زبادي. حطينا برضو نفس التوابل، ملح وفلفل وبصل بودر وتوم بودر و... وشوية كركم. تمام. انا ما حطيتش سماق، السماق ده قلت لكم ده الحاجة تتبيلة تانية خالص عشان ما تتلخبطوش معانا. السماق هنشوفه دلوقتي الايه. وزودت طبعا عصرة ليمون، وحطيت مية بصل. يعني انا حطيت مية بصل مش بصل، عشان لما نيجي نقليه ما يتحرقش مننا. هننزل بقى الكمية بتاعة البانيه اللي احنا عايزينها. شوفوا انتوا هتعملوا قد ايه بانيه، وتقدري تزودي الخلطة تقللي الخلطة على حسب الكمية اللي انت جايباها. هنا بقى انا بصوا تبلتها حلو قوي، وهحطها هنا. تقدري بقى في حاجة، يعني انت تقدري لو مش عايزة تقليها ببيض، هي طبعا فيها التتبيلة بتاعتها دي حلوة قوي، هتقدري تتبليها في البقسماط على طول وتحطيها بس 5 دقايق او ربع ساعة في التلاجة، وبعد كده تقليها. يا اما بقى بتجهزي دقيق، بقسماط، بيض. بتربي البيض طبعا بملح وفلفل، وبعد كده بتجيبي حتة البانيه تنزليها على الدقيق، ومن الدقيق على البيض على البقسماط، وبرضو سيبيها في التلاجة يعني 5 دقايق ربع ساعة، وتبتدي بقى تقليها. ده كل الكلام ده طبعا قبل الفطار بقى ايه بنص ساعة كده، ساعة تبتدي تجهزي الحاجات دي. انا كنت ممكن اعملها لكم اتبلها لكم قدامكم، بس مش عايزة اطول الفيديو اكتر من كده. وباذن الله هصور لكم برضو وانا بعمل الاكل باذن الله. هنا بقى ايه، حطي الكمية على قد بقى عدد افراد الاسرة. اعملي على القد. والله حد طب عليكي طلعي طبقين،
يعني فاهمين؟ المهم الحاجة موجودة يا رب، ويجعلها يا ده الرب مستورين تملي، وكل سنة وانتم طيبين. اللي معايا يا جماعة يجيب، واللي ما معهوش حاولوا معلش تصرفوا زنقوا نفسكم شوية، بحيث ان انتوا يعني الحاجة تبقى موجودة عندكم، ويا رب رمضان بيجي بخير والحمد لله على كل حال. بس يعني ممكن تمسك على ايدك شوية اليومين دولت. ولو وصلت لغاية هنا حط لايك، وما تنسيش تدعميني في القناة، واشتركي في القناة وحطي اللايك، عشان اللايك بس بيخلي القناة كل الناس تشوفها وتوصل. ويا رب دايما مع بعض ان شاء الله. و... واشتركوا بقى اشتركوا حطوا لايك. هنا بقى عملنا ايه؟ عملنا البانيه، هنا عملنا الاجنحة، عملنا الكبدة، عملنا القوانص. حطيت التلات صدور دول تقريبا كده، يا اما كيلو وربع يا كيلو ونص. انا دولت مش عملت فيهم اي حاجة ولا تتبيلة ولا اي حاجة، انا ركنتهم عشان دي بقى هنبقى نعملهم مع بعض كده، نشوف فكرة كده ونعملهم ايه مع بعض ان شاء الله. بس الحاجة تبقى موجودة ايه في البيت، قضوها اليومين دولت اي حاجة. آه بحيث ان رمضان بقى تقدري تعملي اكل كل يوم، بنمشيها كده شوية وكده شوية، بس عشان تقدري تجيبي حاجات وتركنيها من دلوقتي. نزلت هنا برضو بنفس التتبيلة، بقى هنا مختلفة. انا حطيت هنا بصل مبشور، حطيت فلفل اسمر، حطيت ملح. انا التتبيلة دي بقى انا مش عايزاها زي ده بانيه، بس انا مش عايزاه بانيه زي اللي انا تبلته اللي هناك دوت. ليه بقى؟ عشان ديت انا ساعات بقطعها واعملها شاورما. حبيت اعملها اشوحها كده في الدريل او في الميكروويف، وتتاكل كده خفيفة برضو من غير زيوت والكلام ده، يبقى عندك ده متاح وده متاح. حبيت تقطعيها شرايح، تعمليها المكرونة بشاميل، تعمليها شاورما لوحدها كده جنب اي شوية بطاطس شوية مكرونة. يعني انا بديكوا افكار، وطبعا حاجة ترجع لكم واللي انتوا عايزينه تعملوه. هنا بقى انا هحط الكمية دي كلها هنا مع بعض، يعني عشان لو عملتها شاورما تبقى هي يعني يا دوبك حلوة معقولة. حبيت اشوحها برضو نفس الطريقة. يعني بصوا هنا في كام فكرة، بجد الموضوع ده بيفرق قوي وهينفعكوا جدا في التفريزات دي. هنا بقى انا حطيت برضو بصل وفلفل اسمر ومية بصل، زودت برضو. والليمون بقى انا بدخله في كل حاجة بصراحة، يعني الليمون في كل حاجة. هنا بقى تبلت بقى ايه، عندي فرخة متقطعة، الفرخة دي تقريبا كانت في حدود كيلو ونص تقريبا. هتبلها برضو كده و... وهحطها في هنا زي ما انتوا شايفين معانا. الأكلة دي ممكن تعمليها على يومين على يوم، على حسب انتوا قد ايه وعلى حسب استهلاككم. بس انا بدي افكار، تقدري تحطي قطعتين في كل طبق. يعني الفرخة تقدري تقسميها اتنين مع بعض، تقدري تحطي الفرخة كاملة. هنا بقى خلصنا كده من الفرخة اللي متقطعة، وابتدينا بقى في الفرخة البطة الصغننة دي هنا بقى ايه، برضو مسكت الفرخة هنا كل حاجة هنا مغسولة ومتصفية حلو قوي. اهم حاجة تصفوا الحاجة كويس. البنوتات بقى لسه متجوزين وكده، انا بديكوا برضو افكار هتعجبكوا قوي. تقدري تعملي كده وتبقى الحاجة متوفرة عندك وكده. انا واحدة من الناس ما بحبش انزل وانا صايمة، ما احبش انزل اشتري حاجة وانا صايمة. احب انزل يعني بعد الفطار، او اكون مجهزة الحاجات كده، لما بحتاج بقى حاجات تانية بنزل بعد الفطار. هنا بقى ايه، الفرخة هنا تبلتها برضو ملح وفلفل وحبهان. اهم حاجة الحبهان يا بنات، بيدي طعم حلو اوي المطحون. انا سبتها بقى سليمة لي هنا الفرخة، عشان بحب ساعات احطها في كيس حراري واسويها، بتبقى جميلة جدا. وساعات بعمل لها خلطة الرز بكبد وقوانص او سادة، واحشيها برضو واحطها في الفرن واسويها. هنا بقى نزلنا ايه، اللي قلت لكم السماق احنا مخلينه للوصفة بقى الايه هتعجبكم قوي. هنا حطينا سماق، حطينا بصوا كل التوابل انا حطيتها، وحطيت معاهم بقى السماق. انا قلت لكم على التوابل في اول الفيديو كذا مرة، حطيت كل التوابل بالسماق. ليه بقى؟
ما قلتوش ليه؟ قولوا ليه. وحطينا هنا شوية زعفران. ليه بقى؟ هو يعني مش بيدي طعم بس بيدي لون. انا عايزه هعمل معاكم شيش طاووق، فانا حبيت انا حاطه كركم، بس بودره الزعفران بتدي اللون الاورنج الجامد ده، ويبقى شكلها حلو في الشيش طاووق. حطينا بقى هنا كل التوابل، وحطيت زبادي، وهحط ميه البصل. احنا هنا بقى ما بنحطش بصل مبشور، لا، كله ناعم. هنحط بقى هنا، قلبنا المكونات دي كلها مع بعض. احتاجتي ليمون حطي، انا هنا زودت بس عليهم، بس معلش ما جاتش في الكاميرا. حطيت شوية خل. وفي وصفة اللي انا عملتها فوق بتاعة البانيه، انا حطيت شوية دبس الرمان. موجود حطي، مش موجود خلاص، هي مش بتفرق قوي يعني. تمام، احنا بنسهل الامور ما بنأزمهاش، وكده بتبقى جميلة وكده جميلة. هنا بقى انا طلبت الشيش طاووق، بس هو جاب لي بقى الايه، الشيش طاووق ده بيجي من قطع الوراك. هو هنا ما قطعهاش، بس انا بقى بقطعها معاكم اهو. يعني القطعه ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي، الوسط. خلينا خير الامور زي ما بنقول الوسط. بصوا اللون جميل ازاي. وبتفرق بقى لما بيتشوي الشيش طاووق بيبقى جميل قوي. انا هنا بقى ما كانش معانا الخلات بصراحه، ولا كان عندي الفلفل، فانا هجهزها. وساعة التقديم ساعة الأكل هجيب بقى الشيش الطاووق، هجيب الخلات، العصيان بتاعة الشيش طاووق الطويلة ديت. وهجيب بقى الفلفل، وهقول لكم هعمل ايه. انا نفس الخلطة ديت انا بحط فيها الفلفل والبصل. ولو حتت طماطم. ليه بقى؟ بتبلها من نفس التتبيل عشان كلها تبقى ليها طعم. انا بقى كده جهزت اهو الشيش طاووق، كده خلاص هيبقى جاهز على ايه؟ على العصيان بتاعت الشيش طاووق، وهنبتدي ايه؟ نحطها فيهم. وان شاء الله بقى نبقى ممكن تشويها على دريل على البوتاجاز. تقدري تشويها على فحم. تحطيهم كده على الفحم وتشويهم عادي. انا بصراحة كنت بجهزهم وبشيلهم جاهزين. بس عشان هما مش عندي يعني، مش متاحين دلوقتي. فبرضو قلنا لا، احنا نكسب وقت، وهتبلها برضو معاكم اهو. وهركنها. بصي مختلفة ازاي، يعني اللون مختلف خالص عن التتبيلات التانية. الشوية دول بقى انا شلتهم في كيس ليه؟ عشان هعمل بيهم الفلفل والبصل عشان ندي نكهة وطعم. هنا بقى صلوا على النبي، لو وصلتوا هنا صلوا على النبي وحطوا اللايك. واكتبوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وتحبوا ايه عايزين ايه اعمله لكم افكار ايه، احنا كده مع بعض يعني نشور على بعض وكده. لان القناة دي يعني انتوا اهلي وكلنا اخوات مع بعض. والسلام عليكم ورحمة